السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن النادي الأهلي. هتكلم في كلام هو بدري شوية يعني يا جماعة، بس لازم نتكلم فيه. الأهلي من ضمن مشاكله إن في نواقص في الفرقة كتير، وجبت صفقات برضو مش على قد المستوى بتاع النادي الأهلي. مش هنتكلم على الصفقات اللي مش على قد المستوى عشان ما نهمتش اللعيبة، ده شيء أساسي، لكن هنتكلم عن النواقص. أنت عندك نواقص في الباك الشمال. أنت جبت محمد شكري عشان يحل مكان علي معلول، الله يبارك له علي معلول بقى ويبارك في سيرته الجميله اللي سابها. المهم جبت محمد شكري، اتصاب، مفيش بديل ليه. بتلعب بقى بكريم فؤاد وبتلعب بقى باحمد نبيل كوكا، والعمليه ايه؟ مش مظبوطه. فانت عايز باك شمال تاني مع محمد شكري لما يرجع، ده رقم واحد. رقم اتنين، عايز قلب دفاع، واحد على الاقل يكون سوبر. يعني عندك اشرف داري طبعا على طول في المستشفى وفي الاصابات، فده يعني معرفش ده هيكمل ولا مش هيكمل اشرف داري مع الاهلي. اعتقد يعني انه لازم يبقى في حل للقصه دي. ما ينفعش اشرف داري كل شويه يلعب ماتشين ويتصاب له ويقعد 3 4 ماتشات، يقعد شهر، يقعد مش عارف اسبوعين 3. الكلام ده ما ينفعش في النادي الاهلي. ده نادي كبير بتنافس على كل البطولات اللي بتخشها. ما ينفعش المدافع الاساسي بتاعك المحترف يبقى بالشكل ده. فانت محتاج قلب دفاع قوي يبقى مع الناس الموجوده، قلب دفاع قوي بامكانيات وبشكل زي محمد عبد المنعم، زي ياسين مرعي، زي الناس دي. عايز حد شبه الناس دي ويكون عنده خبرات شويه. ده رقم اتنين. رقم تلاته، انت عايز مهاجم. يعني جراديشار ومحمد شريف طبعا كل الدعم ليهم، احنا بندعم اي لعيب في النادي الاهلي. لكن لا انت عايزين مهاجم، لازم يكون في مهاجم. فالكلام ده ان شاء الله لازم يحصل في يناير. يعني لازم لجنه التخطيط واداره النادي الاهلي يفكروا في الكلام ده من بدري قوي. لازم في يناير تجيب باك شمال، لازم تجيب مدافع سوبر، لازم تجيب مهاجم سوبر. مش اي مهاجم يا جماعه. وبرضه مش نجيب ونقول برضه نلصم الدنيا ونجيب حد من مش عارف من فين، ولا حد على قد الايد ونرجع نقول لا اصل معلش الصفقه فشلت. لا، ما ينفعش. احنا شايفين كلنا، وكل الاهلاويه وكل جمهور الاهلي شايف ان المهاجمين اللي في النادي الاهلي مش شايلين الفرقه. يعني تقول لي مهاجم محطه زي جراديشار، ماشي على عيني. طب محمد شريف عايز مساحات، طب ما الفرقه كلها بتلعبك من غير مساحات، فانت هتعمل ايه بقى؟ ايه يعني هنعمل ايه بقى؟ هنقول للفرق اللي بتلعبنا والنبي ادونا مساحات؟ ما هو طبعا لا. فما فيش. انت عايز مهاجم قوي يعوض غياب بقى او مشيان وسام ابو علي. خلاص ماشي. طب هتقول لي بقى مهاجم قوي بقى يا جماعه. فيا رب الاداره تخلي بالها من حاجه زي كده، لان ما ينفعش اصلا بقى يعني بقى بعد المصاريف دي كلها يبقى في نواقص في الفرقه، والفرقه لسه ماشيه برضه بتعرج شويه. باك الشمال ما فيش، المدافعين عمالين نلزق ونلصم ونجيب من هنا ويتصاب دوت وده يتصاب والاصابات يا جماعه، يعني الاصابات دي ما اعرفش نعمل فيها ايه الصراحه. يعني اصابات كتير عضليه للاعيبه النادي الاهلي، ولسه في بدايه الموسم، لسه في اول 3 4 ماتشات واصابات كتير. يعني اشرف داني مصاب، وياسين مرعي مصاب، وياسر ابراهيم مصاب، ومحمد شكري مصاب. طب ايه ده؟ هنعمل ايه يعني يا جماعه؟ ما تشوفوا لكم حل برضه. الاصابات ده برضه مش حلو، مش لذيذ. فيا رب الاداره تاخد بالها من قصه ان النواقص اللي في النادي الاهلي دي لازم تيجي ولازم تعوض الناس اللي مشيت، ولازم تجيب صفقات قويه. لازم مهاجم قوي، لازم باك شمال قوي، لازم مدافع سوبر. لازم الثلاثه دول يكونوا سوبر، ما يكونوش لعيبه لسه هياخدوا بقى وقت وهياخدوا فتره. لا، عايزين لعيبه سوبر. وما تجربليش وتجيب لي باك شمال زي يحيى عطية الله ونجربه ونقول لا هينفع، لا مش هينفع. لا، مفيش الكلام ده، ما ينفعش يا جماعه. في يناير ان شاء الله لازم الصفقات دي لجنه التخطيط والاداره تشوف لها حل. ده كانوا كلمتين كده بساط كده مع الجمهور حبايبنا واخواتنا عن النادي الاهلي. ما تنسوش تدعوا لاخواتكم في فلسطين. صلوا على النبي. سلام عليكم.